احلى عناب في الدنيا واحلى صوبيا عملتها بمكونات في البيت. ما هو شهر الخير جاي ومعاه الخير. كلنا عندنا الكركديه وعندنا ايه عندنا اللبن وعندنا جوز الهند. ما هو شهر الخير بيجي ومعاه الخير. قمت وعملت احلى عناب في الدنيا في اقل من ربع ساعه. خلصت اللي انتوا شايفينه. لو عايزين تعرفوا تكاتي وحركاتي في عمل العناب والصوبيا اللي احنا ضامنينها اللي هي بجوز الهند مش روح جوز الهند، كملي الفيديو عشان تعرفي انا عملت الحلويات دي ازاي. وما تنسونيش في اللايك والشير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ايام قليله قوي 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 ويهل علينا شهر رمضان، يخبط على بابنا ويخش بخيره علينا. طبعا عارفين كلنا عارفين ما يحلاش رمضان غير بالصوبيا والعناب والتمر هندي. هنعمل مع بعض النهارده الصوبيا، طعمها تحفه، هتفرق خالص خالص عن اللي انت هتجيبيه من بره. ماشي. كل اللي احنا عايزين جوز الهند اهي. انا بصوا هي كده، انا خليتها كده. ازاي بقى يا فندم؟ جبت المطحنه وطحنتها اهي. بصوا جبت المطحنه وطحنتها وصفيتها بالمصفى، مطحنه الخلاط العاديه. تصفيها كده اهو. مش هينفع بمعلقه، بايديكي عشان تنزلي كله من المصفى. المصفى تقيله ضيقه. بصوا اهي. الريحه عايزه اقول لكم تحفه. انا كده اللي عندي ده هيقضيني. هناخد نص كوب جوز الهند، ده معيار نص كوب، او عايزه تعايري باي كوبايه عندك يبقى نص كوبايه اهو كده. ده النص كوب. عليه كوب الا ربع سكر بودر اهو كده، كوب الا ربع. ماشي. عليه ايه تاني يا فاتن؟ عليه نص كوب حليب بودر بس. بصوا بقى، انا جايبه الكريم شانتيه ده خام من ايه، من مستلزمات الحلويات. هنحط برضو نص كوب كريم شانتيه خام. ماشي. وهنحط رشه فانيليا او اللي هو ظرف الفانيليا، او نص معلقه فانيليا، ده اللي هيديك الطعم التحفه. بس كده، والصوبيا بتاعتنا جاهزه. الف هنا والشفا، وكل سنه وانتم طيبين. عايزه اقول لكم الريحه زي بتاعت بره. انا روحت عشان اجيبها لقيتها بالشيء الفلاني. طب ليه؟ ما انا كده كده هجيب جوز الهند في متطلبات رمضان. كل سنه وانتم طيبين. وكده كده عندي اللبن البودر وعندي السكر هطحنه. ما اشتريتش السكر، انا بطحنه في البيت برضو في الكبه، في المطحنه بتاعت الخلاط مش في الكبه. بس اهو. وهعملها زي ما انتوا شفتوها كده، هتعملكوا فوم وتحفه. في ناس بقى بيجيبوا اسانس جوز الهند، عايزه تجيبيها وتزودي الطعم، بألف هنا والشفا عليكي. وفي برضو في حاجه بتتجاب من عند بدل جوز الهند من عند العطار، قولي له عايزه اعمل صوبيا، هيديكي زي دقيق ابيض، بس هو مش دقيق ابيض، هو زي ايه، بودر جوز الهند، بعمل زي دقيق بالظبط. حطي معلقه فانيليا كبيره عشان تديكي نفس الريحه ونفس الطعم بتاع بره. انا كده هي محتاجه بس ازود لها الفانيليا معلقه كده بس، ما تزوديش قوي عشان ما تمررش. ما ينفعش فانيليا، عملتها بالفانيليا السايله ما كانش ليها طعم الفانيليا فيها خالص، هي الفانيليا البودر عشان تديكي نفس الريحه بتاعت بره، والطعم مش زي بتاع بره خالص، احلى واجمل وانضف. اللي بره استحاله بيعملوها لك بجوز الهند، بيعملوها لك زي ما بقول لك بريحه الجوز الهند، لكن احنا هنا عاملينها بجوز الهند الاصلي اهو. هنجيب بقى كيس ونحط فيه. عايزه تعملي على لتر لبن 3 معالق كبار، تحطيهم وتزوديهم على كوبايتين لبن. 3 معالق كبار على كوبايتين لبن، واشربي احلى صوبيا. هنعملها مع بعض اهو في الخلاط. هنجيب الخلاط ونعملها مع بعض. عندي كيس اهو حطاه زي ما هي التلاجة.
طول ايه رمضان. او بصوا انا مش هعمل كتير واسيبه، انا هعمل كده حبه حبه زي ما انا عايزه. وشفتوا سهل، مش محتاج ان انا اعمله واخزن في الفريزر، عشان يبقى ايه كل ما الحاجه دي بتقعد في الفريزر كل ما بتبقى طعمها وحش. هنجيب الخلاط بتاعنا، نحط كوبايه اللبن بتاعتنا، وادي معلقتين، كل كوبايه لبن عليه معلقتين ونص او 3. ماشي، هنضربهم وارجع لكم. الصوبيا بتاعتنا اهي، ايه رايكم؟ اهو ادي الصوبيا بتاعتنا البودر. بصوا عايزه اقول لكم الطعم تحفه بجد، الطعم حلو قوي قوي قوي. هنعمل مع بعض العناب. عملنا الصوبيا، هنعمل العناب. العناب عايزين كوبايه، ده هنا كركريه انا طحناه برده من المطحنه. بصوا، وبنخله كويس قوي عشان الحاجات دي كلها مش عايزاها، انا عايزه البودر بس. كل اللي هعمله كوبايه كركريه اهو، ده نص كوبايه. كوبايه الكركريه بتاخد كوبايتين سكر، ده نص هحط عليه كوبايه سكر. وطبعا وانت بتعملي ممكن تزودي سكر العادي بتاعنا اهو. بس كده اقلبه، وهعصر عليه نص ليمونه، مش نص الليمونه، يا دوبك ايه عصرتين كده عشان ماده حافظه اهو. بصوا بقى، عندكم بخاخه بخوا حبه ايه، حبه حبه لحد ما الاقي السكر خد نفس اللون بتاع ايه، بتاع الكركديه، ما يبقاش فيه سكر ابيض خالص. ما تلاقوا السكر الابيض ده اختفى يبقى كده مش محتاجه ميه تاني. برطمان وحطيه في باب التلاجة، يقعد لك الشهر كله، او في كيس وحطيه في الفريزر وطلعي ايه على قد. بصوا بدأ السكر يتلون، لسه عايزه حبه ميه تاني اهو. كل ما لسه شايفه ابيض، السكر ابيض لسه، هحط له ميه يقول لكم اللون تحفه اهو. بصوا اللون استرق ازاي، في الاول كان ابيض دلوقتي بصوا. برضو هحط له حبه ميه تاني كده. خلاص انا مش شايفه لون للسكر خالص، كده زي الفل. بصوا مفيش لون خالص للسكر الابيض، كله بقى نفس اللون اهو. بس هرش له رشه صغيره تاني. ما عندكيش البخاخه دي، نقطي كده ميه اقعدي اعملي كده. سكر عادي سنترافيش مش سكر بودر، لكن الصوبيا سكر بودر اهو. كله بقى لون واحد اهو. بصوا معلقه كبيره، لو محتاجين او معلقه ونص، لو محتاجين تاني هنحط. قلبه كويس لحد اما ايه السكر يدوب خالص. بصوا بقى عينيه في دقيقتين اتعمل وزي الفل. كل ما الكيس عندك يخلص اعملي، لكن اعمل واركن شهر ليه؟ بصوا بقى الشوائب اللي فيه دي انا هجيب مصفى ضيقه خالص وهصفيه. بصوا بقى هصفيه اي عشان لو في اي شوائب تنزل اهي، كله نزل. ايه رايكم بقى؟ احلى عناب واحلى صوبيا في الدنيا. كيس برضو نروح مفضيين العناب، او برطمان صغير وتفضيه. عايزه تضاعفي الكميه وتعملي كميه كبيره، انا هنا ده انا عملت نص كوبايه بس. عايزه تضاعفي الكميه تعملي كتير، يعني تعملي كوبايه بكوبايه، ده حاجه ترجع لك انت اهو. ادي العناب وادي الصوبيا اهو.
بصوا بقى، احلى عناب في الدنيا واحلى صوبيا. انا بالنسبه لي كده السكر بتاعه حلو ومظبوط، لو محتاجين طبعا هنزود السكر. احلى عناب في الدنيا. بصوا لونه، بصوا حلاوته اهو. واتعمل مفيش ربع ساعه هتعملي احلى صوبيا في الدنيا بطعم ولا اروع. خلصنا عنبنا وخلصنا صوبيتنا، وما خدتش وقت معانا، وعارفين مكوناتنا وبقيتينا عاملينها، ولولادنا نقدمها في شهر الخير وعلى الفطار ويبر ريقهم بيها. يا رب يكون الطريقه عجبتكم، وما تنسونيش في اللايك والشير. السلام عليكم.